الانتقاد كلمة كان معناها انت بتحس بالسلب، ففي الفيديو ده هقولك ازاي تحول الكلمة دي من حاجة سلبية لحاجة ايجابية زي ما انا عملت. فتابعوا الفيديو للاخر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ قبل ما نبدا كده الاول تعالى نعرف عن الانتقاد. فالانتقاد هو تقديم رأي يدل او يعبر عن عدم الرضا تجاه بقى سلوك، هدف، فكرة، اي حاجة انت بتعملها. والانتقاد ده ممكن يجي من اي شخص مهما كان. يعني مثلا انت واحد عملت حاجة زي مثلا ممكن تكون رسمت صورة، صممت صورة، عملت فيديو، وانت حبيت توري الحاجه اللي انت عملتها ديت لاي حد من اصحابك او اي حد انت عايز توريها له يعني. فطبعا بكل تاكيد في اللي هيقول لك حلوه وهتكون عاجباه، في اللي تاني هيقول لك ايه ده ناقصها حاجات، مثلا ناقصها كذا وكذا عدلهم. او ممكن اللي هو ايه يجري على ذاتك بقى، يضحك عليك بقى، يقول لك ده مش عارف اسوء حاجه انت عملتها، زي ما احنا عارفين الكلام ده يعني. فانت طبعا بتركز على كلام اصحابك اللي قالوا لك دي حلوه، وبتسيب كلام اصحابك اللي علقوا عليها. وخد بالك لما انت تستشير حد في حاجه لازم تكون عارفه كويس وعلاقتك بيه حلوه، وهو يكون شخص يتمنى لك الخير، مش اللي هو اي حد كده وخلاص. فانت لما حد ينتقدك، وده اللي بيحصل في الغالب، انك بتكره الحاجه اللي انت عملتها، وده كله عشان انت سالت الشخص الغلط، شخص انت مش فارق معاه اصلا ومش عايزك تنجح. وده خلاك انك تقبل الانتقاد بتاعه بالسلب، وحتى من الناس القريبين منك. انت ممكن تاخد الانتقاد بتاعهم ده بالسلب، بس نادرا ايه ما بيحصل يعني الكلام ده. وفي ناس تانيين بيقبلوا انتقاد الاشخاص دول بطريقه ايجابيه، اللي هو حافز لهم وانهم يتحسنوا للافضل. وده المفروض ان احنا نفكر بانه مهما حصل ومهما اتقال ومهما كانت الظروف ان احنا نفكر بايجابيه ونبعد عن الافكار السلبيه. فمهما كان بقى من حد قريب بعيد كويس مش كويس، وخد الانتقاد بتاعه على انه تحفيز ليك عشان انك تطور من نفسك. وافتكر مقولة وينستون تشرشل: الانتقاد قد لا يكون سرا لكنه ضروري، فهو أشبه بالألم الذي ينبهنا إلى وجود خلل. أو مقولة سقراط: من لا يقبل النقد لا يمكنه أن ينتقد. فأنا عايزك إنك تحول الكلام السلبي ده كله لحاجة إيجابية، أو إنك تنفض له كأنك ما سمعتوش لو الكلام ده طالع من شخص اللي هو ما يتمنالكش الخير أو مش عايزك تنجح أو مش عايزك تتقدم. فتعال نشوف أنا اتعاملت إزاي مع الانتقادات. الأول كده خالص قبل ما أبدأ صناعة محتوى، في الأول أنا كنت بتعلم مهارات المونتاج، وده في دلوقتي الحمد لله. فكان لما حد يقابلني بيسألني أنت ما بتنزلش ليه، فأنا طبعا بقول له قاعد في البيت بتعلم مهارة. قال لي بتعلم مهارة إيه؟ قلت له مونتاج. فهو قال لي بقى إيه مونتاج وبتاع، ولسه حد بيتعلم مهارات ومش عارف إيه. فأنا طبعا كبرت دماغي ولا عبرت أي حاجة. أصل دلوقتي مهارات المونتاج من أهم المهارات، والسوق بتاعها عليها إقبال كبير جدا يعني، ومبالغها كويسة جدا. فانا ما سمعتش كلام اي حد طبعا، وكملت في تعليم مهارات المونتاج. وهنا بقى انا عرفت مين اللي انت تقدر تاخد رايه ومين اللي انت يعني بص يعني مهما كانت انك تبعد عنه ولا تساله في اي حاجه خالص. فانا كنت باخد راي الناس اللي انا عارفهم كويس وعلاقتي بيهم كويس. يعني مثلا في فيديو انا عملته او ضفت عليه حاجه، فانا يعني مثلا لو عايز يعني اعرف راي الناس فيه ايه او في اي غلطات او كده، فانا كنت ببعتهم لكام واحد من اصحابي. فلو في اي حاجه غلط او ناقصها حاجه، ففي ايه دي ناقصها كذا مش عارف ايه، فانا يعني كنت بقبلها اللي هو ايه اللي هو انت يعني بالحب كده، اللي هو انت يعني انت طبعا يعني انت انسان وعمرك ما تكون كامل. فانت طبعا في غلطات انت ممكن ما تكونش شايفها بس في غيرك شايفها، فبيقول لك عليها فانت تحاول تصلحها. فانا كنت بعمل كده بالظبط. فيا سيدي كنت باخد رايهم ويقولوا لي دي ناقصها كذا وكذا، فانا كنت بحب كده عشان اطور نفسي اكتر واكتر. فانت لازم تعرف ان اللي هينتقدك عشان حاجتين: يا اما انه يحاول يحبطك عشان انت ما تنجحش، او انه بيحاول يساعدك عشان انك تطور من نفسك. فملخص الكلام ده كله، اي كلام او انتقاد بيتوجه لك اعتبره تحفيز او دافع ليك وبس كده. واخيرا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. فلو انت اول مره تشوفنا فما تنساش تشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد.